زمان ما كانش معمول عشان الجمال اصلا. من آلاف السنين في مصر القديمة الناس كانوا بيستخدموا ألوان من الأحجار والنباتات يحطوها حوالين العين عشان تحميهم من الشمس والهواء. لارا صديقة القناة طلبت مني أعمل فيديو عن تطور الميك اب، إن شاء الله هيعجبك. وبعد كده في بلاد تانية الملوك والملكات استخدموا الألوان عشان يبينوا القوة والمكانة مش عشان يبقوا أجمل، وروايات تانية بتقول إنه اتعمل عشان الممثلين يحطوه في أفلام رعب عشان يبان إن هما بيخوفوا كده. ومع الوقت الألوان دي اتطورت وبقى اسمها ميك اب واتعملت مخصوص للكبار. بس خدوا بالكم جلد الأطفال حساس قوي، وكمان الكبار لازم يستخدموا أنواع موثوقة، والميك اب ممكن يسبب حساسية أو تعب لجلد الأطفال حتى لو كان غالي أو ماركة معروفة. عشان كده الأطفال يلعبوا بألوان اللعب أو الألوان اللي بتتغسل بالمية، وده أحلى وأأمن. الميك اب حكاية حلوة لكن نسيبه للكبار. لو عجبك الفيديو ابعتوا لماما أو بابا وصلوا على النبي.